تخيل فرقعة حباية صغيرة على مناخيرك ممكن تفتح طريق للبكتيريا إنها توصل للمخ والعين. عندنا المنطقة في ديت في الوجه بين الأنف والفم بنسميها مثلث الخط. في البعض بيسميها مثلث الموت. ليه بيسميها كده؟ ببساطة لأن المنطقة ديت بيبقى الأوردة اللي موجودة فيها زي الأنجولار فين بتتصل بشكل مباشر للمخ. يعني الأنجولار فين بيتصل لوريد فوق في المخ اسمه الأوبسالميك فين. الأوبسالميك فين ده له علاقة بالعين، ومن الأوبسالميك فين بيتصل بحاجة في المخ بنسميها الكافيرنس. فببساطة اللي بيحصل إنك لما تفرقع حباية، البكتيريا او الخراج اللي موجود في قلب الحبايه دي بيمشي بشكل عكسي اللي هو اللي اسمه الانجلر فين، يطلع للاوبسالميك فين الوريد اللي له علاقه بالعين، ومن الاوبسالميك فين يطلع لحاجه في العين بنسميها الكافيرنس ساينس. تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان هو دلوقتي طلع من الانجلر فين للاوبسالميك فين، فاعمل لي حاجه. الاوبسالميك فين ده العلاقه في العين، فاعمل لي التهاب في العين بنسميه اوربيتال سيلولايتس، التهاب حوالين العين ممكن يوصل للعمى، يوصل لحاجه اسمها الكافيرنس ساينس. لما يروح للكافيرنس ساينس ممكن يعمل لي جلطه في الكافيرنس ساينس، يبقى حاجه بنسميها كافيرنس ساينس ثرومبوس، بتعمل لي جلطه في المخ تاثر على الاعصاب اللي موجوده في المخ وممكن تعمل لي مشاكل كبيره. والاعراض ببساطه صداع شديد، صعوبه في تحريك العين، تورم في الجفن، ازدواج في الرؤيه، وممكن في بعض الحالات توصل للعمى. مش كل حبايه خطر، ولكن حبايه في المنطقه دي خصوصا التعامل معاها لازم يكون بحذر. فلو طلع لك حبايه في المنطقه اللي بنسميها مثلث الخطر، يفضل انك تروح للدكتور جلديه وهو يتعامل معاها بالطريقه المناسبه. شير الفيديو لصاحبك اللي ما بيصبرش على الحبايه ودايما بيفرق.